عزيزي المتابع او المشاهد او السبسكرايبر او الفولور، على فكره حاجه مهمه جدا جت في بالي على فكره وانا قاعد كده بشرب القهوه امبارح بعد ما خلصت الشغل. يعني انا بشرب قهوه على فكره بالليل جدا يعني ومتاخر وبخرب الدنيا في القهوه. يعني انا ما كنتش مدركه خالص ولا عارفها قبل ما اجي استراليا خالص، ولا حد قالها لي. ما كنتش بكلم حد يعني في استراليا هنا قبل ما اجي استراليا. يعني جيت هنا لوحدي مع نفسي، فرضاني كده طرزان. بس الحاجه دي بجد والله انا عرفتها فعلا بعد فتره كبيره جدا جدا جدا. الهيدلاين بتاع الموضوع او العنوان الرئيسي بتاع الموضوع، انت هنا في استراليا من اول ما بتقوم من النوم لغايه ما بتروح السرير تاني عشان تنام لتاني يوم الشغل، يعني انت هتعمل كل حاجه بنفسك تماما، محدش هيساعدك. ممكن اقول هو ده اول خيار هتحط فيه او اول اوبشن نحط فيه عشان تنجز اي حاجه. ساعد نفسك بنفسك. من النقطه دي يا جماعه بجد انا عايز اتكلم في تفاصيل الموضوع ده، لانه فعلا موضوع فارق وموضوع مهم جدا جدا يعني ومرهق. يعني الموضوع متعب، فاحنا عايزين نتكلم في تفاصيل الموضوع ده. انا على فكره دلوقتي في السيتي النهارده يوم الاربعاء، الجو رائع كالعاده زي ما انتم شايفين، شمس، الهواء مش قوي، مفيش برد، مفيش اي حاجه، حتى لابس نص كم. بس بقى لابس تيشيرت منتخب استراليا عشان انا بصراحه عايز اقول لكم ان انا هشجع منتخب استراليا في كاس العالم. لا انا طبعا اكيد بهزر يعني. انا جايب التيشيرت ده على فكره عشان هو حلو، يعني انا بحبه، الوانه جميله كده، الاخضر في الاصفر الفوسفوري، عامل شغل جامد. والكانجروز وبتاع، انتم شايفين هنا الطيور الوطنيه بتاعت التيشيرت منتخب استراليا. فانا يعني جايب التيشيرت ده عشان بحب التيشيرت، مش عشان انا هشجع استراليا في كاس العالم. اكيد انا هشجع مصر قلبا وقالبا، وان شاء الله مرموش وصلاح هيخربوا الدنيا هناك ان شاء الله. هم اللي هيعدونا يعني على الاقل دور 32 ان شاء الله، ان شاء الله، او نوصل له الاول. يعني احنا هنبدا يومنا من النقطه دي. هروح النهارده حته حلوه قوي. اهم حاجه يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت كل واحد يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه بتاعتي هنا على اليوتيوب. الموضوع ده فعلا هيشجعني جدا ان انا اعمل فيديوهات لسه، لان في اماكن كتير جدا لسه ما عملتش عنها فيديوهات. وهنا جنوب استراليا في مليانه بجد اماكن كتير، فكل اسبوع تقريبا بنزل فيديو او اتنين. كله بيتفرج وما عملش لسه اشتراك يعمل اشتراك. وبرده عندي بيج على الانستجرام وعلى التيك توك هحطهم هنا على الشاشه، اعملوا برده فولو او سبسكرايب هناك، بحط ساعات فيديوهات. فيلا بينا نبدا الفيديو ونروح على الويسبرينج وول. انا دلوقتي في السيتي قاعد قدام بالظبط الكونفنشن سنتر عند تورنز ريفر. تورنز ريفر اللي انا على فكره عملت فيديو عنه قبل كده. منطقه جامده تقريبا اجمل منطقه في السيتي او من اجمد المناطق اللي في السيتي. كلها لاندسكيب وجرينري ومنظر روعه الروعه. يعني انا بحب طبعا اجي هنا على طول، خاصه زي ما انتم شايفين اصلا الجو حواليا روعه الروعه النهارده. يعني شمس، مفيش هواء، مفيش برد، مفيش الكلام ده كله. فبدايه من النقطه اللي انا فيها دي هروح بقى مكان جديد. انتم طبعا متعودين عارفين ان انا بحب دايما حتى لو هتكلم في موضوع مهم، وده اللي انا عايز اصلا اعمله معاكم النهارده، اتكلم فيه وانا في حته مميزه. الدنيا يا جماعه واسعه، في اماكن كتيره جدا جدا. حتى في الولايه اللي انا قاعد فيها دي، هي يعني ولايه كبيره على فكره ولكن مدينه صغيره. يعني هي ادلت صغيره ولكن ولايه جنوب استراليا على الخريطه اصلا كبيره. ففي اماكن كتير نستكشفها، اصلا في اماكن كتير لسه هنشوفها وهنصورها وهنعمل الكلام ده كله. فلازم واحنا بنعمل اي حاجه نكون في مكان جديد غالبا يعني. فالنهارده هنروح مكان جامد جدا انا ما شفتوش قبل كده ورحت قبل كده، اسمه ذا ويسبرينج وول. هو سور طويل قوي كده في مرتفع عالي، والمفروض ان هو بيطل على منظر حلو وفيو جميل وكده. اعتقد هو السواقه من هنا حوالي 55 دقيقه تقريبا. يعني لسه هنسوق بتاع حوالي 75 كيلو. يعني هنتكلم عن الموضوع بتاعنا هناك وهنشوف مناظر جديده. وممكن بقى في النص زي ما انتم عارفين الكوفي ده شيء اساسي طبعا نجيبه بقى. انا كده كده معايا كوفي النهارده عامله يعني، ولكن هجيب بقى كوفي جديد من مكان جديد وكده لو الكوفي بتاعي خلص في الطريق. فيلا بينا نبدا السواقه دلوقتي واشوفكم في الطريق. يلا بينا. وانا بسجل الفيديو كان في انا اصلا كنت واقف في مكان يعني راكن عربيه فاضي، فالراجل كان مستنيني يا عيني اسجل، فقلت له معلش وبتاع. وراجل محترم والله وضحك لي وكمان وبتاع، شكله يوتيوبر او حابب يعمل فلوجات او كده، مثلا حابب ان انا يعني لابس تيشيرت منتخب استراليا. فالراجل ذوق بصراحه محترم. انا ضايقته بصراحه يعني، خبت عليه. انا لسه لغايه دلوقتي على فكره يا جماعه في الطريق، فاضل لي تقريبا حوالي 25 دقيقه واوصل. الطريق زي ما قلت لكم تقريبا كان خد من النقطه اللي انا اتحركت منها حوالي 55 دقيقه. قشطه يعني، السواقه مش كتير قوي زي كل مره يعني. المره اللي فاتت تقريبا سويت حوالي ساعتين وربع تقريبا. اللي شاف الفيديو اللي فات انا رحت فيه كاري كالينجا وبلو هول بيتش، كانوا الاثنين تحفه التحفه بصراحه. فاللي ما شافش الفيديو ده برضو يرجع يتفرج على الفيديو ده، يعني هيعجبه ويشوف المناظر الطبيعيه حلوه جدا. يعني تقريبا من احلى المناظر الطبيعيه اللي شفتها من اول ما جيت استراليا. زي ما قلت قبل كده، حاجه بصراحه روعه الروعه. فيو كده مفتوح، واخر فيو كيلوهات تقريبا. يعني ما عينيا مش جايبه اخره.
بصراحه كان يوم جميل جدا جدا. كان نفسي اقضي وقت اطول فيه، بس الليل كان بيليل بقى وكده، الوقت ما سعفنيش يعني. دلوقتي ساعه على 110 على فكره، الليمت بتاع السواقه هنا يعني. اي حاجه وارده ممكن تحصل، ممكن عربيتك تعطل، الكاوتش يحصل له حاجه لا قدر الله، عربيه يحصل فيها اي عطل ميكانيكي، ممكن عربيه تعطل منك وبعدين بتركن على الستوبج اللي احنا عارفينها، اللي هي على شمال الطريق او على يمين الطريق يعني، بس هي غالبا تبقى على شمال الطريق يعني. فالمهم دي ممكن تحصل لاي حد على فكره، حتى لو انت مشاكل العربيه وعارف ان هي كويسه وكله تمام وسايقه تمام، مفيش اي علامات تقول ان هي ممكن تقف ولا حاجه. في اللحظه دي بقى انت مش هتعرف تعمل ايه، انت بتستك. الموضوع بيبقى رخم جدا، خاصه لو انت سايق لوحدك، بتبقى طبعا محتاج شويه. طبعا ده على فكره لاي حد يعني جاي استراليا جديد وموضوع حصل له اول مره، اكيد بيحس الكلام ده اكتر بكتير جدا من اللي قاعد هنا مثلا بقاله فتره سنه ولا اتنين، ولا الموضوع يعني حصل له كذا مره قبل كده وخاض الاكسبيرينس دي قبل كده، عارف هو يعمل ايه ودخل في البروسيس وعارف يكلم مين وما يكلمش مين وايه الاجراءات اللي يعملها وخطوه بخطوه. فبقى قاعد هادي بقى، تبقى انت ممكن بتقعد جوه العربيه اصلا لو معاك حاجه تاكلها ولا حاجه تشربها ولا حاجه. لما حصل لي كذا مره قبل كده عادي، كلم الانشورنس كومباني عقبال ما يجوا بقى ويحددوا اللوكيشن بتاعه، الكوردينيتس، بعت لهم العنوان بتاعك بالملي، رقم الكوردينيتس يعني مش اللوكيشن بتاعك بس كده، لانه طريق طويل فمش ممكن ما يكونش حواليك يعني علامات مميزه، فطبعا مش هيعرفوا يوصلوا لك يعني. الويتنج تايم غير اصلا ان انت بعيد قوي، لو انت بعيد قوي يعني فطبعا ده ممكن يدبل التايم يعني. الموضوع ياخد ساعه ونص، ممكن ياخد 3 ساعات ولا حاجه، ولا ساعتين ونص، او على حسب اقرب واحد ليك فين. برضه ممكن تكون انت محظوظ اللي قريب ليك هيجي لك على طول، فانت وحظك يعني. خاصه برضه لو انت برضه جنبك ماكدونالدز ولا او تي ار ولا اي بنزينه ولا اي كافيه ولا اي حاجه تقعد فيها لحد ما يجي لك، دي طبعا مصلحه اكتر واكتر واكتر يعني. فطبعا الموضوع ده ماشي بالشكل ده. فالمهم وانا سايق كنت عايز ارجع لكم النقطه الاساسيه بتاعتي. المهم وانا سايق لقيت العربيه دي محتاسه، عربيه كانت هولدن بيضه كده، رافعه الكبوت قدام، في امرجنسي حصلت له، فهو عشان كده راكن على الستوبنج لين عشان يعرف الناس اللي جايه من وراه ان في حد واقف على اليمين، حتى لو هو مش في نفس الحاره. في حاجه في شركه تامين برضو قلتها في الفيديو اللي فات، رود سايد اسيستنس، دي كده تدفع لها تقريبا في السنه حوالي 70 80 دولار، مش غاليه يعني. 3 مرات حد يجي لك بشكل عام، سواء العطل ايا كان العطل ايه هو، بطاريه، ايا كان العطل ايه هو، 3 مرات في السنه. الرود سايد اسيستنس دي اي حد هنا بيشترك فيها، مهمه جدا 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 يعني. ودي برضو ليها علاقه بالموضوع اللي انا كنت عايز اقول لكم عليه، ان انت هنا في استراليا الموضوع ده لازم تعمله. انت على فكره مجبر انت تعمله، لو انت ما عملتوش يبقى انت بتاخد ريسك كبير قوي، وبتحط نفسك في مأزق جامد لو حصل لك حاجه. لان زي ما قلت لكم اي حاجه يا جماعه هنا غالبا، خاصه لو انت قاعد لوحدك، لو انت طبعا معاك اهلك او متجوز او حاجه زي كده، او مثلا معاك عيلتك، ده حاجه تانية خالص. انا واحد زي حالاتي انا قاعد لوحدي، طبعا ليا اصحاب وكده واصحاب جدعان وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت ما فيش حد فضيلك برضو على حظك. انت مثلا لو حصل لك مأزق في اي حاجه او امرجنسي في اي وقت، مش كله طبعا فضيلك. وقت الشغل بتاعك بيبقى غالبا من 9 ل 5 تقريبا يعني. طبعا كله برضو كل اصحابك وكل معارفك وكل اهلك هتلاقيهم برضو شغالين في نفس الوقت، مش هيكون في افيلابيلتي لحد ان هو يجي لك برضو، فللاسف لازم تعتمد على نفسك. ودي النقطه اللي بتكلم فيها، موضوع الاعتماد على نفس كل حاجه، وخاصه في موضوع، انا هديكم كذا مثل وهديكم كذا سيناريو يعني، ولكن ده السيناريو تقريبا يعني الاقوى اللي ممكن يحصل لك. لان انت برضو ما بتكونش حاجه لوحدك، انت بتبقى انت والعربيه. العربيه دي يعتبر انت بيت تاني فاتحه يعني، وليه مصاريفه وليه الريجستريشن والترخيص والسيرفيس والبنزين حاجات كتيره. انت لو اعتمدت على حد ممكن الحد ده اصلا ما يكونش موجود، وغالبا مش هيكون موجود، لان انت ممكن تكون مثلا على مسافه 60 70 80 كيلو، 100 كيلو، 200 كيلو، ممكن تكون انت اصلا رايح فيكتوريا ولا ميلبورن، سفر فيكتوريا وميلبورن 70 700 800 كيلو من هنا. فلو حصل لك حاجه لازم تكلم الرود سايد اسيستنس. ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي انت مضطر غصب عنك، سواء شئت ام ابيت، تعتمد على نفسك فيها، لان ما قدامكش خيار خلاص. انت لو ليك حد يعني يساعدك، لو انت ما عندكش حد انت مضطر زي ما قلت لكم انت اصلا تشترك في حاجه زي كده يعني. فدي حاجه من ضمن الحاجات يا جماعه. استراليا ماشيه كده، استراليا حاجه من كتر ما هي ماشيه على سيستم معين وقوي وكله متصل ببعضه، ده بيسهل عليك برضو ان انت اصلا تعتمد على نفسك. على الطريق مرصوف، في لينز، خطوط امرجنسي ستوبنج لين، حصل لك حاجه بتركن. تاني خطوه بتعمل ايه؟ بتقف بتكلم شركه التامين بتكلم لك السواق قريب منك، وبعدين هم بيكلموه، وبعدين هو بياخد رقمك وبيكلمك يقول لك ازيك عامل ايه، انا دلوقتي جاي في الطريق، انا اسمي كذا، انت فين العنوان بتاعك بالظبط؟ خلاص ده رقمي، انا جاي لك كمان بالظبط ساعه، وفي العنوان اللي انت بعته لشركه التامين واللي انت برضه هتاكدوا عليه معاه في المكالمه. الموضوع مش صعب، ولكن طبعا لاي حد يحصل له اول مره الموضوع هيبقى صعب طبعا، ويبدو ان هو مأزق وهتتربل شويه، وده طبيعي
جدا جدا. فدي حاجه من ضمن الحاجات القويه جدا لازم تعتمد عليها في نفسك غصب عنك، سواء شئت ام ابيت زي ما قلت لك يعني. احنا وصلنا عند الويسبرينج وول، العلامه بتاعت الويسبرينج وول اهي، مكتوب في 600 متر قدام، المواعيد بتاعته 600 متر قدام، open to the public 7 days a week 8:30 to 5 p.m. وال during the daylight saving 8:30 to 6 p.m. يعني لغايه قدامنا لغايه الساعه 6، وبعدين نخلص الجوله بتاعتنا بقى هناك، وبعدين نتكلم برضو في الموضوع بتاعنا. الطريق بصراحه شكله جامد جامد جامد. وبعدين ده بقى ايه، بيطلعنا على البوابه زي ما انتم شايفين. دي في منطقه اسمها باروسا ريسيرفوار ريزيرف، ده من 5:30 to 5 p.m. انا اعتقد المفروض نمشي الناحيه دي بس كده. بحاول ادور دلوقتي على اي مكان لركن، لقيت طبعا في اماكن ركن كتير جدا لان اصلا تقريبا محدش موجود هنا، يعني تقريبا انا الموجود هنا بس، وفي العربيه اللي ورايا جايه تركن برضو جواها ناس برضو عايزين ايه يستمتعوا بالحائط الهامس الويسبرينج وول. خلصنا دلوقتي كده السواقه، ركنت العربيه. الويسبرينج وول قدام الناحيه الثانيه اهو، زي ما انتم شايفين المكان حواليا لاندسكيب طبعا كبير قوي، شجر. هي يا جماعه زي ما قلت لكم استراليا اصلا تحس ان هي غابه معمول فيها مدينه او معمول فيها بلد. انتم شايفين يا جماعه، انا اوريكم برده المنظر قدامي. بصراحه المنظر اعتيادي يعني بتاع المناطق الخضراء واللاندسكيب اللي في استراليا، معموله بصراحه بشكل جامد جدا ونظام. هو يا جماعه احلى حاجه في استراليا هنا ان هي كل حاجه هنا معموله بنظام كده، يعني كل حاجه مرسومه كده وبنظام، وكل حاجه بتعملها برضو صيانه دوريه. الخطوط بتاعه الكار بارك اللي قدامي دي دايما زي ما قلت لكم بتتعمل وبتتجدد، لو مثلا ممسوحه كده او بهت او حاجه او اللون راح منه زي ما قلت لكم على طول بيعملوها. عشان كده دايما بيكون فيه رود ورك او كونستراكشن سايت دايما في قلب اي طريق او في نص اي طريق. حتى في الكار بارك هنا بيهتموا بيه برضو. يا برضو كنا لسه شايفين اصلا كنا لسه جايبين سيره الكونستراكشن زي ما انتم شايفين، برضو فينا في اعمال بنا بتتعمل عشان يجددوا تقريبا اللاندسكيب اللي قدامنا دي. حاطين بتاع اللي هو اللون الاحمر ده على السور الابيض ده، وفي جرار هنا ولا بتاع اللي هو بيشيل الطينه وكده. الويسبرينج وول على فكره يا جماعه قدامنا الناحيه الثانيه، بس انا مضطر اروح الحمام الاول. لازم اروح الحمام الاول لان انا بصراحه مستني بالي كتير. في حمام عمومي هنا جنب الويسبرينج وول هنا، واي حته يا جماعه سياحيه او فيها ناس كتيره دايما فيها حمام عمومي بشكله كده لطيف، وعلى فكره بيبقى نظيف وفيه صابون وفيه كل حاجه. فدي برضو ميزه من ضمن الميزات بصراحه في اي مكان، مش لازم يكون سياحي يعني ناس بتجي من كل حته في العالم، بس يعني ناس المكان الناس بتحب تروحه على طول، او بيبقى فيه دايما معروف ان في ناس بتروحه يعني. فانا ممكن برضو اوريكم الحمام، وده الحمام ماشي دلوقتي. الف من هنا، وده الحمام اهو، ده الرجالي. وانا في الطريق يا جماعه كنت بكلمكم موضوع ان انت وانت في الطريق لو حصل لك حاجه مش دايما هتلاقي حد يساعدك في الموضوع ده. حاجه بقى كتير جدا انا ممكن اتكلم معاكم فيها. اعتماد على نفسنا يا جماعه في اي بلد في الغربه، خاصه البلاد الغربيه دي اصلا السيستم بتاعها بيخليك تعتمد على نفسك، لان هو زي ما قلت لكم قائم على اصلا الفردانيه، ان انت تكون يعني الانديفيدواليزم زي ما قلت لكم بتخليك غصب عنك. يعني مش عايز اقول تبقى اناني، بس لو واحد طبعا استسلم للموضوع ده اكيد بيبقى اناني اكيد، يعني لان هو بيبقى عارف، بيبقى حاسس بقى ان هو بيعمل كل حاجه لنفسه وبنفسه ومش محتاج مساعده من حد. ولكن زي ما قلت لكم برضو ده اللي بيستسلم للفكره دي وبيخليها تاثر وتتغلغل جوه دماغه بشكل سلبي. ولكن طبعا احنا بتحاول تتجنب الحاجات السلبيه اللي في بلد زي استراليا والبلاد الغربيه بشكل عام، وبتاخد الايجابيات فيها. وبعدين برضو على حسب برضو انت بتحاوط نفسك بمين، يعني اكيد في ناس كويسه جدا. انا الحمد لله ربنا كرمني برضو مجموعه اصدقاء، واي حد المفروض يحاوط نفسه مجموعه اصدقاء بعرف ان هم خايفين عليه فعلا وبيساعدوه لو هو احتاج لهم في اي وقت. فدي اكيد بتفرق طبعا. فاوعى تخلي اللايف ستايل الغربي ياثر عليك في الحته دي بالتحديد، لانها قويه جدا. ساعات بتاثر على ناس كتير وبتخليهم زي ما قلت لكم فعلا بيبقى نفسي ثم نفسي ثم نفسي. لا احنا الحمد لله ديننا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا بيقول العكس كده تماما. فدي نقطه مهمه جدا. من ضمن الحاجات اللي لازم تفهموها هنا في استراليا، انا على فكره يا جماعه دلوقتي واقف ورا الويسبرينج وول، دلوقتي ورايا بالظبط دلوقتي. بصراحه منظر حلو قوي، هنخش دلوقتي فيه وهنشوف
دلوقتي الدنيا هناك عامله ازاي. حاجه من ضمن الحاجات يا جماعه لازم تعرفوها، الضرايب من ضمن الحاجات برضو اللي انت هتعملها مع نفسك. الضرايب على فكره يا جماعه حاجه من الحاجات اللي هي عليها تشديد جامد جدا. في ايميل جالي ماشي. حاجه من ضمن الحاجات يا جماعه اللي هي معمول عليها تشديد جامد جدا، وعلى فكره كل سنه بيزودوا قوانين فيها وبيشددوا الاجراءات والتشديد فيها جامد جدا. انت اصلا قبل ما تعمل سبميت للريكورد بتاع التاكس بتاعتك وبتاع الضرايب بتاعتك، في حاجات اصلا بتعملها بنفسك. يعني انت اكنك بتشتغل لهم، بتعمل شغل كده لمده كام ساعه ممكن، وممكن اقل من كده بكتير على حسب انت بقى بتشتغل مع نفسك، شغال مع شركه، الكلام ده كله ليك اكتر من مصدر دخل، الكلام ده كله. ولكن انت الضرايب بتعملها بنفسك ومسؤوليتك انت بتعملها. يعني ما تستناش هم هيقولوا لك انت عملتها ولا لا، لانهم ممكن يعملوا عليك جزاءات وغرامات وكده لو انت عملتها متاخر او يعني ما مشيتش على حسب البوليسيز والريجوليشن بتاعتها. فدي من ضمن الحاجات لازم تعملها برضو بنفسك. لو انت ما عملتهاش مع محاسب، لو مع محاسب بتدفع طبعا الفي اللي انت بتدفعها للمحاسب اللي انت بتعمل معاه الضرايب. دي برضو حاجه من ضمن الحاجات الخوازيق اللي انت بتحط عليك. ممكن مثلا في مصر متعوده تقريبا الضرايب بتدفع تقريبا اوتوماتيك مع الشركه اللي انت شغال فيها، بتخصم من ده مع الحكومه على طول، الموضوع بيبقى عادي. لا هنا لازم تعملها مع نفسك، ولازم تعمل حاجات معينه وتعمل حاجه اسمها لوج بوك، وشوف بقى مصاريف اللي انت صرفتها طول السنه. الكهرباء مش عارف ايه، الكهرباء دي مش كهرباء بشكل عام بتاعت بيتك، لا الكهرباء اللي انت بتستخدمها لو انت اشتغلت مع نفسك مثلا، لان في جزء انت بتشتغله في البيت ده انت قاعد فيه طبعا في الكهرباء عشان تنور لك، عشان تشوف الحاجه اللي انت بتشتغل فيها. فحاجات كتير بنوك كتير جدا، يعني ممكن لو قعدنا ناخد في تفاصيلها ناخد وقت كبير جدا. ولكن دي من ضمن الحاجات برضو اللي بتعتمد فيها على نفسك بشكل كبير جدا. ولو ما عملتهاش او اتاخرت في ان انت تعملها او قصرت في ان انت تعملها، او في معلومات معينه انت نسيت تعملها، هتتجازى وهيتعمل عليك غرامه ماليه. فخلي بالك موضوع الضرايب ده. دلوقتي داخلين على الويسبرينج وول اللي انا اصلا المفروض جاي عشانه. هو دلوقتي قدامي، انا عايز اوريكم بصراحه يا جماعه المنظر شكله تحفه جدا زي ما انتم شايفين. هو هنا على فكره زي ما انتم شايفين ده السلم اللي انا نازل بيه، وبعدين دي كده يمين شمال يمين شمال يمين شمال لغايه ما بتنزل تحت في الحته دي اللي الناس واقفه هناك فيها. هننزلها طبعا دلوقتي مع بعض، ولكن انا برضو عايز اوريكم في ممر هنا برضو بيمشي على، يعني بتمشي ممر ده هنا داير ما يدور لغايه هناك. احنا داخلين دلوقتي على الويسبرينج وول. هو ده يا جماعه على فكره النهر اللي قدامه. الويسبرينج وول ده على فكره يا جماعه ليه قصه كده. دي الحته اللي احنا كنا بنتفرج عليها اللي هي اللاندسكيب اللي قدامنا، وده السور، وفي برضه سور عاملينه هنا. الارض هنا كونكريت، فالدنيا يعني امان وتمام. شايفين يا جماعه الجمال بتاع اللاندسكيب والنهر اللي قدامنا. بصراحه منظر طبيعي جامد جدا جدا. على فكره يا جماعه الويسبرينج وول ده على فكره اتعمل من سنه 1899 او اتبنى من سنه 1899 لحد تقريبا 1903 او 1904 حاجه زي كده، يعني اخد حوالي 7-8 سنين بنا. يعني الطول الممر اللي احنا قدامه ده طوله بالظبط 140 متر. 140 متر بالظبط اللي احنا ماشيين عليه ده. وهو زي ما انتم شايفين داير ما يدور. وعلى فكره احنا في هنا الحته دي، انا مش عارف الحته دي بتاعت ايه بالظبط، ولكن اعتقد ليها علاقه ممكن يعني ثواني قبل ما نألف فايه نخش نشوف النظام. فممكن نشوف ايه بالظبط. هو طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين الوول ده او الحائط ده موجود في حته اسمها باروسا ريزيرف. دي اسمها باروسا فالي، مدينه كده برضو معروفه قوي اللي هي واينري بيتصنع فيها النبيت. اكتر انواع الواين اللي في العالم جودتها عاليه جدا 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 هنا في ادلت يا جماعه. وهي معروفه اصلا، يعني ادلت تقريبا اشهر حاجه فيها موضوع الواينرز ده، زي مثلا باروسا، كلير فالي، هاندورف، وغيره في كتير جدا جدا. فاحنا نشوف في الحته دي المبنى اللي قدامنا ده مكتوب فيه ايه: وورنينج كولد ووتر، ميه ساقعه، ديب ووتر، سبميرجد obstacles، في حاجات تحت مرميه وممكن لو عمت تحتيها تتاذي. supervise children، خلي بالك من الاطفال. وفي تعابين هنا. no life saving service، يعني انت لو حصل لك حاجه مش حدش هيجي ينقذك هنا. مفيش اي guards هنا. no swimming no watercraft، مفيش عوم، مفيش اي انشطه مائيه، مفيش اي انشطه، يعني مفيش اي غفر، يعني اللي هم زي ما بيقولوا كده غفر سواحل او الناس اللي هم ممكن ينقذوك عن طريق برضو الادوات اللي هي بتاعه العوم. مفيش اي صيد هنا برضو، ومفيش كاميرا مراقبه هنا في المكان خالص. فهو الموضوع ما فيهوش اي مراقبه ولا في اي ناس هينقذوك لو حصل لك حاجه. فاللي يجي هنا يا جماعه
ما يحاولش يعمل اي حاجه من هم اللي عملوا اللي هم اللي حذروا عليها دولت، ولا في صيد ولا تنزل تعوم ولا تعمل اي حاجه، لان هو اصلا بيقول في تعابين وفي حاجات تحت بقى، فروع اشجار طويله واوبجكتس ممكن اصلا تاذيك وتاذي جسمك لو انت نزلت الميه، فخلي بالك من الموضوع ده. نرجع تاني لموضوع الوول ده يا جماعه. الوول ده زي ما قلت لكم مبني 140 متر طول. الفان فاكت بقى، انا دلوقتي على فكره وصلت لنهايته، يعني هو الناحيه التانيه بتاعته ورايا اهي، الناحيه التانيه خالص. الفان فاكت بقى النهايه بتاعته اللي انا وصلت لها دلوقتي، او البدايه اللي انا وصلت لها، يعني وات ايفر بقى انت بدات منين يعني. بصوا يا جماعه، هنا في بني ادم مرسوم هنا على الحيطه، انت بتقف هنا، والناحيه الثانيه برده هناك في نفس الحته بالظبط في اخر السور الناحيه الثانيه خالص مرسوم نفس البني ادم ده. فحد منكم بيقف هنا وبيسمع وبيتكلم، وحد تاني بيقف على الناحيه الثانيه يعمل العكس، وهتسمعوا بعض، لان هو هنا اصلا مكان فاضي جدا. هو ده اصلا الويسبرنج وول معمول للحاجه الفاني دي. فدي حاجه من ضمن الحاجات هنا يا جماعه اللي في ويسبرنج وول. تعالوا اتكلموا مع بعض هنا، مع ان مش عارف ممكن اصلا تتكلموا مع بعض يعني قدام بعض عادي، بس هو تسويحه وخلاص وفرهضه، فاعملوها وخلاص يعني. ده بس انا ممكن اجربها عادي يعني، ممكن اسمع نفسي برضو لو في صدى صوت في المكان ولا لا. فممكن نجرب دلوقتي، مثلا ممكن نقول ايه مثلا، يعني مثلا مشجع الزمالك ممكن مثلا نقول ايه، زمالك. لا انا سامع نفسي فعلا، سامع نفسي انا قلت زمالك، يعني كلمه زمالك طبعا كلمه قويه برضو وعظيمه، فهي رنت المكان. معلش بقى ايه اللي بيشجعوا الاهلي، انا زملكاوي. ف نجرب تاني كده، مثلا ممكن نقول مثلا ايه، الدوري يا زمالك. لسه واخدين الدوري بقى وبتاع، فرفشه عادي. ف هو ده يا جماعه الويسبرنج وول. في على فكره برضو اللايف لاين يا جماعه، ده برضو تكلم الرقم ده. هم على فكره كده هناك ما فيش اي فرقه انقاذ لو حاجه حصلت، ولكن هنا في هيلب لاين ممكن تكلمه لو في اللي هو كرايسيس سبورت والسويسايد بريفنشن. شايفين الخط بتاع الكوارث والناس اللي بتحاول تنتحر. واضح ان في هنا يا جماعه ناس بتيجي تنتحر في النهر اللي هناك ده، فواضح ان في اكيد طبعا انسيدنتس وحوادث حصلت قبل كده في الموضوع ده. الجمله دي ادم كتبت يبقى في حاجه. احنا على فكره ممكن ننزل تحت هنا، اعتقد في نزل هنا. هو اعتقد يا جماعه هنا ممكن تتكلم، هنا الحته دي اللي بتتكلم فيها. الناس بتحاول تتكلم اهو. يعني هي مع الناس دي بتتكلم. Are you talking to your friends on the other side? Yeah? They can hear you. Yes. Really? Oh wow. Okay. You can hear her too. Okay, 1, 2, 3. يا جماعه الناس على فكره الناحيه الثانيه هناك اهي، لو انتم شايفينهم في الجزء اللي هو الموضوع بصراحه فن يعني. انهم برضو ايه جربوا الموضوع ده. Oh, did you guys speak to each other? Yeah. Wow. Oh, it's actually very clear. I can hear them very clearly. Yeah. So how are you gonna manage to go there on the other side? You're gonna have to get Uber? No, I'm joking. I'm joking. I'm joking. I'm playing around. الحاجات اللي لازم تعتمد على نفسكم فيها. دول العربيه احنا العشريه والعلاقات الانسانيه اللي ما بيننا في مصر، بلد زي مصر مثلا الموضوع بيبقى كبير قوي، فدي ثقافه عندنا ودي حاجه حلوه جدا طبعا يعني. يا ريت تكون موجوده هنا، بس هو للاسف الموضوع مش موجود هنا. عشان كده بقول لكم في اهتمام كبير جدا من الناس على نفسها في الحته دي. وتاني حاجه قلنا الضرايب. ثالث حاجه بقى مثلا وانت قاعد في البيت عندك لازم صناديق القمامه. بيبقى عندكم 3 صناديق، حاجه الاورجانيكس او الاشجار والفروع والحاجات اللي زي كده، وفي حاجه تانية الصندوق الاصفر ده بيبقى الصندوق الاسود كده في الطياره. الصندوق الاصفر ده بتاع الحاجات اللي هي الورقيات والبلاستيك والكرتون والورق والحاجات اللي هي بيعاد تدويرها. وفي بقى اللي هو لونه ازرق ده بتاع القمامه اللي هي بقى الويست، اي حاجه بقى، اي حاجه ثانيه غير الحاجتين اللي قلت لكم عليها. كل منطقه بقى ليها بلديه معينه. البلديه بيبقى ليها نظام لاداره المنطقه اللي هي فيها معين بيختلف سيكا عن التاني. لازم بتطلع الصناديق بتاعه القمامه بتاعتك في انهي يوم وفي انهي ساعه هتفوت عليك. انا مثلا ساعات ممكن بنسى بالاسبوع وبالاثنين،
واكياس القمامه بتبقى جوه الصندوق بتتراكم، وبقى ريحتها ساعات بتبقى بتطلع شويه، وبتنزل ميه كمان من تحت لو مثلا الصندوق بتاعك مكسور من تحت ولا حاجه يعني. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي لازم تعتمد فيها على نفسك جدا. وعلى فكره اصلا كمان البلديه بتاعت المنطقه اللي انت قاعد فيها اصلا كمان بياخدوا فلوس على الموضوع ده يعني. حتى لو انت اشتريت بيت هنا هيبقى في حاجه اسمها كونسل ريت، او الفيز بتاعه الكونسل اللي هم بياخدوها منك تقريبا سنويه تقريبا، ومبلغ على فكره مش صغير، ممكن 1000 أو 2 على حسب بقى انت جايب ده طبعا بيت لوحده مبني لوحده او بيت من ضمن عماره سكنيه. الموضوع ده برضو بيختلف يعني. كده كده الخدمه دي مدفوع ثمنها اصلا يعني، فهم مش بيجابوا عليك ولا حاجه، هم بيعملوا لك حاجه سيرفيس انت اصلا ما بتدفع ثمنها مقدما يعني، وغصب عنك لازم تدفعها، الا لو ما دفعتهاش هتتراكم عليك وهيتعمل عليك غرامه، وال1000 هتبقى 2000 وهكذا يعني. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي لازم تعملها بنفسك. لازم تخيل بقى على مدار يومي انت بجد بيتراكم عليك. انا مش عايز صعب الموضوع باين بقى مثلا ان هو معاناه وكده، لا هو مش معاناه خالص، ولكن بصراحه بيبقى ستراجل، بيبقى معاناه في الاول. هي ممكن تكون معاناه في الاول اللي مش متعود على كده. انا بصراحه بحد من الناس كنت بعاني شويه من كده. ليه؟ بحس ان انا كل يوم في 50,000 حاجه لازم اعملها ولا مضطر يعني، مش لازم، انا مضطر اعملها، لان لو ما عملتهاش هتسوح. طبعا انا عشان لوحدي بتحس ان انت برضو محتاج حد يزق معاك الدنيا يعني، مش معقول كل حاجه تقعد تعملها مع نفسك يعني. يعني مثلا دي حاجه من ضمن الحاجات زي ما قلت لكم، انا عايز اوصل لكم الدنيا ساعات بتبقى معاناه ازاي. طبعا الفواتير بتاعتك برضو بتدفعها، الكهرباء بقى، الغاز، الميه، وميه سخنه يعني، ميه غير الميه السخنه. يتبعت لكم الفواتير على الايميل، وساعات برضو على البوست، ويبقى ليك برضو ديدلاين معين، لو لما دفعتوش الغرامه بتتضاعف يعني. الكلام ده فعلا على مدار يا جماعه والله متعب، والله متعب ومرهق. تكرار الموضوع ده او البروسيس دي كل يوم مع اسبوع مع شهر مع السنه كامله، انت بتحس انت انهكت جدا. وبرضو النقطه الاساسيه اصلا انت بتعمله لوحدك. حد يقعد يقول لي مثلا انا مش متجوز ولا معايا عيله ولا حاجه، ولا كل شيء بايد ربنا يعني، والحمد لله الواحد فرحان بحياته جدا 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 يعني، سواء كده او كده الموضوع مش فارق معايا قوي. مغتربين كتير جدا، مصريين او عرب او ايا كان، في بلاد كتير جدا غربيه ولوحدهم، بغض النظر ان انت لوحدك ليه، مش دي قصتي خالص ولا قصتنا او موضوعنا اللي بنتكلم فيه يعني. طبعا هو في الاول وفي الاخر يعني انا مش بشتكي ولا حاجه، انا بحاول اوصل لكم الصوره اللي انتوا هتتحطوا فيها من اول ما تيجوا مثلا دوله استراليا، او حتى لو رحتوا اي دوله غير استراليا. الموضوع فعلا بيبقى كده يا جماعه، في 50,000 حاجه كتير حلوه قوي يعني مع نفسك كده، ايه جوه دماغك مع نفسك لنفسك جوه نفسك، بتحس الموضوع منهك يعني. مثلا واحد مأجر بيت، واخد بالك مثلا من دفع الايجار، دفع الفواتير، لو في انسبكشن مثلا بيحصل كل مره كل 3 شهور تقريبا، حد من الايجنسي بيجي يعمل انسبكشن على البيت. زي ما قلت لكم فواتير، تنظيف البيت، الشوبينج، مشاوير كتير قوي تانية اللي هي مش جايه في بالي دلوقتي، ولكن يا جماعه الدنيا مليانه. الغربه لو انت قاعد لوحدك او حتى مش قاعد لوحدك، انت فعلا بتعتمد على نفسك اعتماد كلي كامل متكامل. حاجه برضو من ضمن الحاجات بصراحه ممكن تبدو تافهه، وممكن تقول الواد ده بيتدلع. انا زي ما قلت لكم انا بحكي تجربتي الشخصيه. تحتاج طبعا تجيب الجروسريز والاكل والشرب والكلام ده كله. انت كل يوم في حاجات طبعا ما ينفعش تجيبها لمده اسبوع لانها ممكن تبوظ في الثلاجه. انت مطالب كل مره اصلا يعني، يومك كله فعلا بيزي، مشغول جدا جدا. حد زي انا مثلا بروح مثلا ايه الشغل، اروح الشغل اجي من الشغل، اروح الجيم اجي من الجيم، انا بلعب في نادي كوره برضو، تروح التمرين تيجي من التمرين، اخرج بعمل فلوجات زي ما انتم شايفين، بعمل فيديوهات، بشتري حاجات، في بقى طبعا 50,000 حاجه تانية مش بتحصل على مدار يوم على حسب يعني. فيومك فعلا حرفيا انت بتسوق كتير جدا وبتستخدم عربيه كتير جدا. في حاجات معينه بقى بتجيبها طبعا محلات حلال ومحلات مش عارف ايه، والجزاره دي حلال، لا الجزاره دي مش عارف عندها فراخ كذا. حاجه من ضمن الحاجات الوحشه جدا الفراخ يا جماعه هنا طعمها وحشه جدا، وكمان انا اصلا بطلتها من كتر ما هي طعمها وحشه هنا، وبعيدا عن الهوجه بتاعت نظام الطيبات والكلام ده كله، بس انا يعني ما بقتش اكلها كتير قوي عشان طعمها وحش جدا، وعشان انا برضو ما يعني مش عارف، حاسس ان انا كده عايز ابطلها شويه. في حاجات معينه بتجيبها من اماكن معينه، والاماكن المعينه دي بعيده شويه، طبعا عشان بعيده شويه فبتضطر بتسوق 8 9 كيلو. في اماكن بقى بعيده مثلا 11 كيلو، في اماكن مثلا بعيده 6 كيلو، على حسب. في 50,000 حاجه والله يا جماعه بتتعمل، وبالعربيه وبكل ده انت بتسوقها ولوحدك وبنفسك، ولو ما سوقتش مش هتاكل، ولو مش هتاكل اكيد هتتنرفز وهتموت ممكن في الاخر يعني. انا كل مره لما بروح كذا مشوار بسبب الحاجات دي، الموضوع ده متعب نفسيا ومرهق والله العظيم. أنا على فكره مش بقول لكم الكلام ده زي ما قلت لكم، لا بشتكي ولا بحاول ارسم نظره تشاؤميه عن الهجره مثلا في اي بلد زي استراليا او امريكا او اي بلد يعني غربيه بشكل عام، ما الا بوصل لكم
النمط بتاع اللايف ستايل هنا عامل ازاي، خاصه لو انت قاعد لوحدك. فعلا بيبقى في دربكه حاجات كتير قوي بتعملها على مدار يومي او على مدار اسبوعي او على مدار كل يوم او وات ايفر يعني. ولكن العنوان الرئيسي بتاع الموضوع بيحصل لك حاجه، الافضل ان انت ما تعتمدش على حد، لان ممكن زي ما قلت لكم مش كل حد هيبقى فاضلكم لاي حاجه تحصل لك في اي وقت، لان في ناس برضو عندها مشاغل وبيشتغلوا برضو من 9 ل 5 والكلام ده كله. لازم تعمل كل حاجه لنفسك وبنفسك، ولازم تتعود على كده. نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الويسبرينج وول والجوله اللي احنا عملناها حواليها عجبتكم. اللي بصراحه مكان لطيف جدا. لايك للفيديو طبعا، تعمل سبسكرايب للقناه. ويا جماعه ارجوكم اللي بيتفرج على الفيديو في حاسس ان في بيطلع بمعلومات مفيده او بيتفرج على حاجه ممكن بتسليه ولا حاجه، يعمل طبعا اشتراك للقناه. الموضوع ده هيساعدني جدا. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه، والسلام عليكم.